أهلا بكم معنا. النهاردة هنغوص في تجربة مقلقة شوية وغامضة، مستوحاة من قصة قصيرة بعنوان همس الظل عند الباب. أهلا بيك. فعلا قصة مثيرة للتساؤل. هي قصة شخصية، يعني مش معروف مصدرها قوي، بس مهمتنا هنا نفكك عناصرها ونشوف إزاي قدرت تبني الجو ده المشحون بالغموض والتوتر. تمام، مستعدين نبدأ؟ طيب، نقطة البداية زي كتير من قصص الرعب الفعالة هي لحظة عادية جدا بتتقلب فجأة، مكالمة تليفون غريبة ووقت متأخر بالليل. ودي لوحدها بداية كلاسيكية بتوتر الأعصاب. مكالمة مجهولة بالليل دايما فيها إحساس إن في حد بيخترق مساحتك الآمنة. بالظبط. فالشخصية دي كانت لوحدها في البيت، خلاص بتجهز عشان تنام، وفجأة التليفون بيرن، رقم مجهول. ولما ردت مفيش صوت في الأول، صمت، وبعدين صوت أنفاس تقيلة وباردة كده واضحة قوي في السماعة. يا لطيف. ومع السؤال المتوتر يعني مين، يجي صوت واطي قوي كأنه جاي من بعيد، من بير مثلا. أنا وصلت عند الباب. الله، الرسالة دي لوحدها كفيلة الدم. هنا بقى بيتجسد الخوف الأولي، غموض المتصل ده والصوت اللي مش طبيعي والرسالة نفسها. خطر مباشر وقريب جدا. أكيد، شعور مرعب. الأثر النفسي بيكون فوري طبعا، إحساس بالمراقبة، بالعجز. هي لعبة أعصاب بتبدأ بالصوت يعني. ورد الفعل الطبيعي كان خوف شديد طبعا. الشخصية جريت على الباب تبص في العين السحرية، مفيش حد بره مفيش حد؟ ولا أي أثر لحد. قفلت السكة بسرعة وهي بتحاول تستوعب إيه اللي حصل ده، بس الموضوع للأسف متصاعد بسرعة جدا. إزاي؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل أكتر من كده؟ دقيقتين بالظبط، مجرد دقيقتين، ووصلت رسالة نصية على الموبايل من نفس الرقم المجهول. رسالة فيها إيه؟ الرسالة كان معاها صورة لباب بيت الشخصية نفسها، الباب الأمامي متصور من بره. يا ساتر، ده تصعيد خطير جدا. ده لوحده مرعب، لكن التفصيلة اللي بجد تقلق وتخوف أكتر. إيه هي؟ قول. كان في ظل في زاوية الصورة، ظل شكله يوحي إن في حد كان واقف بيصور، والظل ده ما كانش موجود لما الشخصية بصت من العين السحرية من كام دقيقة بس. يا الله، يعني كان في حد هناك فعلا بس مش متشاف؟ بالظبط، ده معناه إن حاجة كانت هناك ومحدش شافها. هنا بقى النقلة من التهديد اللي بالسمع للدليل البصري، ودي نقلة نوعية في الإحساس بالخطر فعلا. الصورة دي دليل مادي يعني على الاختراق والمراقبة القريبة قوي. مرعب. وفكرة الظل دي بالذات اختيار عبقري بصراحة. الظلال أصلا معناها الخفاء، الوجود المش مرئي اللي بيتربص. ده بيأكد إن في حاجة هناك مش قادرين نشوفها مباشرة، وده بيضاعف الرعب أضعاف لأنه بيسيب مساحة للخيال بقى يملى الفراغات بأسوأ سيناريو ممكن. والموضوع مغلقش عند كده، القصة بتوصف إن ده ما بقاش حدث فردي، لأ ده بقى نمط بيتكرر. نمط إزاي يعني؟ بدأت تسمع خبط على الباب، مش مرة وخلاص، لأ كل ليلة، وفي نفس الميعاد بالدقيقة، الساعة 3:17 الصبح، 3:17 صباحا. كل ليلة بنفس التوقيت بالظبط؟ ده اللي ممكن نسميه رعب طقوسي. رعب طقوسي؟ أيوة، يعني التكرار والانتظام ده بيخلق جو من الترقب اللي ما فيهوش مفر. الخوف من اللي جاي، انتي مش عارفة ايه اللي هيحصل، بس عارفة امتى بالظبط هيحصل. الانتظار ده لوحده جزء من التعذيب النفسي. وفي كل مرة لما الشخصية كانت بتاخد الشجاعة وتفتح الباب بعد الخبط ده، النتيجة واحدة: ايه؟ مفيش حد بره، فراغ تام. بس مش فراغ تام قوي، كان في تفصيلة تانية بتزيد الغموض، تفصيلة حسية. تفصيلة حسية؟ ده مثير للاهتمام. ايه هي؟ القصة بتوصف إنها كانت بتشم ريحة غريبة ومميزة قوي في المكان أول ما تفتح الباب. ريحة شبه، يعني حسب الوصف، موية ومسك الأرض. ريحة موية ومسك الأرض؟ وصف غريب فعلا. كأن حد كان واقف هنا من ثواني بس، ومشي وساب الريحة دي وراه. سبحان الله، الريحة دي عنصر قوي جدا في بناء الجو العام. ده دليل حسي تاني على وجود الشيء الغامض ده، حتى لو مش شايفينه. الأثر ده بيخلي التهديد يبان حقيقي ومادي أكتر. فعلا. بتستخدم كل الحواس تقريبا عشان تعمق القلق. يبقى كده عندنا مكالمة مرعبة، صورة بظلها المخيف،
خبط منتظم زي الساعة في وقت غريب، وريحة أغرب بتفضل موجودة كأثر لوجود مش مرئي. كل العناصر دي بتتجمع عشان تخلق تجربة مزعجة وغامضة جدا، والأهم إنها بتفضل من غير أي تفسير. وده بالظبط سر قوة القصة دي وتأثيرها النفسي، الغموض المتعمد ده، النهاية المفتوحة، وإننا ما نعرفش مين اللي بيتصل أو إيه طبيعة الظواهر دي. هو ده اللي بيخلي القصة تلزق في دماغ الواحد. صحيح. العقل البشري بيميل دايما إنه يدور على تفسيرات، ولما ما يلاقيش بيبدأ هو يملأ الفراغات دي بمخاوفه الخاصة. القصة هنا بتلعب على الوتر ده، الخوف من المجهول اللي بيقتحم حياتنا ومساحتنا الشخصية. فعلا، الغموض بيخليها تفضل محفورة في الذاكرة. وده ممكن يوصلنا لسؤال أخير كده نفكر فيه سوا. بعد ما نسمع القصة دي، إيه اللي بيفضل أثره أقوى معانا؟ هل هي الأحداث نفسها اللي اتقالت، المكالمة، الصورة، الخبط، الريحة؟ ولا الإحساس الأعمق بالأسئلة اللي ملهاش إجابات دي؟ الشعور المستمر بالمراقبة والغموض اللي سابه الهمس الخفي ده عند الباب؟ يعني فين الرعب الحقيقي في القصة دي؟ سؤال مفتوح.